ولكن الآلات ما استسلمتش. ابتكروا مصدر طاقة جديد، الطاقة الحيوية والحرارية من جسم الإنسان ذات نفسه. بدأوا يخطفوا البشر بأعداد ضخمة ويستخدموهم حرفيا كبطاريات. سنة 2199 كل البشر بأوعية فاقدة الوعي، مزروعين جوه أجهزة بتسحب الطاقة منهم جنبا إلى جنب مع الطاقة النووية. الآلات بقوا مكتفيين بالكامل، نهضة الآلات وسقوط البشر. ولكن ظهر عيب في النظام، البشر كانوا بيموتوا بسرعة بسبب الألم والمعاناة العصبية. الآلات لاحظوا حاجة عبقرية، العقل لما بيعرف إنه بيتعذب الجسد نفسه بينهار. فجت الفكرة اللي غيرت التاريخ، سجن الوعي في عالم افتراضي بالكامل. عالم بيوصل إشارات عصبية مباشرة للمخ، بيخلي البشر يصدقوا إن هم عايشين حياة طبيعية وما يعرفوش إن أجسامهم مجرد مصدر طاقة. والعالم ده اسمه ذا ماتريكس أو المصفوفة. كل البشر عايشين جواه في وهم، ولا حد فيهم عارف الحقيقة.